بتقول له ان لو هي سافرت واشتغلت هتثبت لابوها انها قد المسؤوليه وانه كان غلطان، انما لو روحت دلوقتي باباها هيحبسها في اوضتها وهيضربها. وجيمي بيستغرب جدا وبيقول لها انه كان فاكر انها سعيده، وفاكر ان اي حد غني وعنده فلوس وعربيه بيكون سعيد. فبتقول له مش شرط، وان رغم كل الفلوس اللي عندها دي بس مش سعيده لان باباها مش مديلها حريتها. فجيمي بيقول لها انه موافق يسافر معاها، لكن بيقول لها مش معاهم فلوس يسافروا ويبداوا حياه بيها. فبتقول له ان هي معاها $50,000 وبتفرح انه موافق يسافر معاها. وجيمي بيتصدم من المبلغ وبيقول لها انه اول مره يمسك مبلغ زي ده في حياته. وجوسي بتقول له ان هي هتعوضه عن كل الايام الوحشه اللي شافها، وبتبدا تعجب بيه وتحس انه طيب. بعدها في واحد من الشرطه بيجي يكلم جيمي وبيساله اذا كان شاف واحده اسمها جوسي النهارده، بس جيمي بيقول له انه ما شافهاش وبيقول له انه شغال عامل نظافه ليلي بس. والشرطي بيصدقه وبيمشي. وبنشوف جيمي وجوسي وهما فرحانين جدا وبيلعبوا، بس فجاه بيلاقوا حراميه مسلحين قدامهم وبيخبطوا فيهم